بدأت رحلتي من مسقط رأس في مدينة دمنهور، ركبت القطر للقاهرة، وهناك قابلت صديقي الأستاذ ناجي اللي كان مستنيني في ميدان عبد المنعم رياض، ومن هناك ركبنا الباص وبدأت مغامرتنا الحقيقية. وبعد أكتر من 10 ساعات من القاهرة، بعد كل ده وصلنا لأهدى وأبسط مكان ممكن تتخيلوه على ساحل البحر الأحمر أو في مصر عموما، وهناك استقبلنا صديقنا العزيز الدكتور محمود سعد. يعني من أول ما تطلع من القصير يسموه مرسال، بس لغاية البلد نفسها 140 كيلو، لغاية بورتغالب 65.